تعالوا النهاردة هنشرح مع بعض السبجكت pronouns ضمائر الفاعل. وتعالوا نعرف من الأول كده هي ضمائر الفاعل دي وظيفتها إيه؟ وظيفتها إنها بتشيل اسمنا وتقعد مكانه منعا للتكرار. يعني إيه؟ يعني تخيل كده أنا بقرا قطعة مثلا بتتكلم عن الديلي روتين بتاع فاطمة، فأكيد أنا هفضل أقول فاطمة في كل الجمل، هقول فاطمة عملت كذا، فاطمة عملت إيه، فهفضل أكرر الاسم كتير. فقالوا لأ، ما تكررش الاسم، في حاجة اسمها subject pronouns ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل دي بستخدمها عشان أشيل بيها الاسم وتحل محله على طول. طيب هو احنا عندنا كام ضمير فاعل في الانجليش؟ عندي 7. يلا نبدأ كده بأول pronoun. عندي أول ضمير عندي I. يعني ايه I؟ يعني أنا ممكن أتكلم على نفسي اللي هو فاطمة أقول أنا I، وممكن ولد برضو يتكلم عن نفسه يقول أنا I. يبقى أنا معناها إيه؟ لما تكون عايز تتكلم عن نفسك سواء أنت ولد أو بنت هنستخدم البروناون I. حلو قوي. طيب لو أنا بقى عايزة أتكلم عن بوي، عن أحمد، عن محمد، عن علي، طيب هشيل الاسم وأعوض مكانه الضمير يحل محله ضمير. مين الضمير بتاع الولد الواحد؟ قال لك يا سيدي حاجة اسمها هي. هو هي هو هي وهو ده طبعا للمذكر ولازم يكون مفرد. طيب هنشيل مثلا اسم علي، لو انا عايز اشيل علي احط مكانه مين؟ هي. لو عايزه اشيل اسم احمد برضه هشيل واحط مكانه هي. لو هشيل اسم محمد برضه هشيل واحط مكانه هي. يبقى اتفقنا هي معناها هو، وبتشيل اسم الولد وتحل محله. طب افرض بقى انا عايزه اتكلم عن girl، عن بنت، قال لك ضمير البنت حاجه اسمها she. هي يعني she، هي she، هي she. طيب لازم تكون بنت واحدة. زي مين؟ لو شلت اسم فاطمة أحط مكانها شي. لو شلت اسم منى أحط مكانها شي. لو شلت اسم رنا هحط مكانها شي. فاحنا عرفنا ان الضمير بتاع البنت شي، ضمير البنت شي، وضمير الولد هي. ولو عايزة اتكلم عن نفسي انا انا. حلو قوي كده لغاية كده. تمام كده خدنا كام ضمير؟ خدنا 3، لسه فاضل 4 عشان نكمل ال7 subject pronouns. تعالى كده نشوف اللي بعده. عندي ضمير it بقى يا حلوين بتتكلم على هو أو هي لغير العاقل. لو أنا بتكلم عن حاجة غير عاقل زي إيه مثلا يا تيتشر؟ زي pen القلم، زي tree شجرة، زي cat قطة. كل الحاجات دي غير عاقل. يعني إيه غير عاقل؟ يعني ما عندهاش عقل. طيب ومفرد؟ أيوة لازم تكون مفرد، عوض عنها بإت. يبقى إت الغير العاقل المفرد. اوكي. طيب لو انا بقى عايزه اتكلم واقول احنا هنروح الرحله بكره، لما اقول احنا اللي هو نحن يبقى معناها ايه؟ يعني انا وانتم احنا الاتنين، يبقى ضميرها اسمه وي. نحن وي، نحن وي. وي بقى بتتكلم عن مين؟ اول ما اشوف الاي ومعاها اسم تاني يبقى ضميرها وي. لو قلت I and رنا، أنا ورنا، كده بقينا إيه؟ أنا ومعايا اسم تاني يبقى مين الضمير بتاعها؟ وي. وي يعني نحن. تعالوا بقى نشوف الضمير اللي معايا بعد كده هو يو. يو معناها أنت. لو أنا بكلم ولد كده وبقول له أنت اللي ما عملتش الواجب النهاردة، أنت يو. طب ينفع تكلم جيرل؟ أيوة ينفع أقول لها أنتي يو. طب ينفع أكلم جمع ولاد كتيرة أو بنات كتيرة؟ قالك أيوة ممكن برضو تقول يو. يبقى يو بتنفع تكلم ولد وتنفع تكلم بنت وتقول له يو أنت، وتنفع تكلم مفرد singular، تنفع تكلم plural جمع برضو. يبقى طب بتجيلي ازاي يا تيتشر؟ أول ما أشوف اليو ومعاها حد تاني هي يو. يو and رنا. يو موجودة ومعاها اسم تاني يبقى ضميرها يو. هي يو. أول ما يشوف اليو
ومعاها حد تاني هي يو. طيب الضمير اللي بعد كده احنا خدنا ايه؟ خدنا I، خدنا he، خدنا she، وخدنا it، وخدنا we، وخدنا you. فاضل آخر ضمير معايا اللي هو they. هما يعني they. أنا بتكلم عن ناس جمع. خد بالك كده، أول ما تعرف زي كده تعرف إنها بتتكلم عن الجمع. طب جمع لازم يكون عاقل يا تيتشر؟ لا مش شرط، ممكن يكون بتكلم عن جمع عاقل أو جمع غير عاقل. يبقى ازاي بتنفع للعاقل والغير العاقل؟ طب اديني مثال. لو قلت مثلا محمد and رنا. محمد and رنا، الاتنين دول ايه؟ الاتنين دول جمع، يبقى عوض مكانهم بضمير مين؟ they. يبقى أكتر من واحد they، أكتر من واحد they. طب مثلا لو قلت cats are cute. لو أنا عايزة أشيل cats أعوض مكانها ومكان الضمير بتاعها أشيل كلمة cats وأعوض مكانها بأني pronoun؟ برضو they. خد بالك هنا لازم تكون جمع. يبقى احنا كده عرفنا الضماير بتاعتنا. عندي 7 ضماير للفاعل. أول ضمير معايا هو أنا I، هو he، هي she. غير العاقل المفرد it، نحن we، أنت أو أنت you، هما they. كده نكون شرحنا الضمائر الفاعل بطريقة بسيطة. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.